صيام 6 أيام من شوال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نوى صوم كل يوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصدق عليه أنه صام 6 أيام من شوال. وأضرب لهذا مثلا: في اليوم الأول من 6 لم ينوي الصوم، ولما أذن الظهر نوى الصوم على أنه يوم من 6، ثم أكمل، كم يبقى عليه؟ لا، 5 أيام، صام 5 الباقي. هذا الرجل هل نقول إنه صام 6 أيام أو صام 5 أيام ونصف؟ نعم، 5 أيام ونصف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أتبعه 6 من شوال، وهذا لم يصم إلا 5 أيام ونصفا، ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم، إلا أنه لا يحسب من 6. فنقول: الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح وتتاب عليه من بدء النية، ولكنه لا يحسب لك من 6، لأن 6 لا بد أن تكون أياما كاملة.